صحيح ان اللاعب السعودي ما يحترف في الخارج، ولكن يعني جبنا لهم الاحتراف في المملكه. يعني انت قاعد تلعب مع 8 لاعبين في فريق و8 لاعبين في فريق اخر، قاعد تلعب بين 16 لاعب اجنبي في مباراه واحده. لا تعتقد ان هذا يعني يساهم في انه يطور من ثقافه اللاعب السعودي الصغير؟ صحيح، واعطى قوه للاعب السعودي، واصبح اللاعب السعودي يعني يدخل اي مباراه بلا رهبه لما يشاهد موجود عنده في الدوري كريستيانو رونالدو، بنزيما، محرز. فبالتالي اللاعب السعودي يلعب اي مباراه خارجيه بدون اي ضغوط وبدون اي رهبه، لان اللاعبين الكبار كلهم يلعبون عنده في الدوري السعودي. لكن 8 اعتقد انه عدد كافي. انا اقول زياده العدد عن 8 محترفين بكل تاكيد راح يضر اللاعب السعودي، ولن تشاهد اللاعب السعودي يحجز خانه في اساسيه، دائما في الاحتياط. انت لو تلاحظ الان اللاعبين في المنتخب السعودي اغلبهم احتياط. يعني صالح الشهري ربما لاعب ثالث في الهلال اللي هو هجوم المنتخب، كذلك حسان تنبكتي كذلك لاعب احتياط. قليل جدا ما تجد في المنتخب السعودي لاعبين اساسيين، بالتالي بسبب يعني عدد المحترفين. يعني اذا كانت هناك خطه لاحتراف اللاعب السعودي خارجيا جيد ان يزاد عدد المحترفين، لكن اذا لم يكن هناك خطه لاحتراف اللاعب السعودي انا اعتقد انه العدد محترفين 8 كافي. انا شخصيا معجب بلاعبين صراحه. فيصل الغامدي انا اعتقد انه ما شاء الله يعني لاعب شخصيه، يعني مستقبل راح يكون مستقبل كبير في وسط، لاعب يمتلك كاريزما، يمتلك شخصيه، يمتلك كذلك ما شاء الله بنيه جسمانيه. هناك لاعب اتمنى انه يعيد حساباته، لانه فعلا لاعب موهوب، وانا اشوفه من افضل اللاعبين من ناحيه المهاره والمراوغه، اللي هو الكابتن خالد الغنام لاعب النصر. اتمنى انه يعيد اكتشاف نفسه من جديد. اعتقد هؤلاء اللاعبين انا شخصيا معجب فيهم.